ومن ذلك أنكم تعلمون أن من تأخذون عنهم العلم الذين يشار إليهم وعرفوا بالعلم والجلوس للتدريس والصبر على التدريس وأمضوا سنين في الطلب ثم سنين في التعليم، مضت أعمارهم في هذا، هؤلاء يحبونكم ويحبون لكم العلم ويحبون لكم الهدى ويدعون الله لكم بالتوفيق. جعلني الله وإياكم من المتحابين بجلاله الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. وأنا أذكر لكم من شفقة المشايخ رحمة الله علينا وعليهم، يعني موقف أنا ما أنساه أبدا، أنه يلقي علينا الدرس في الفصل في المعهد العلمي رحمة الله عليه، ويلقي التفسير ويسألنا يقول أنتم ستكونون طلبة علم؟ قلنا نعم يا شيخ إن شاء الله، إن شاء الله، أرجو الله يرزقكم العلم النافع كذا. واسترسل بالدعاء لنا وبالتأثر والخشية والفرح أنه وجد الرغبة في طلب العلم، وجد من الطلبة الفصل فيه 50، وجد منهم رغبة، ناس فيهم رغبة صدق، أنه تهمل عيناه الدموع على كتابي. أنا أذكرها دموعه تسيل على كتابي أنا تحت على الطاولة، وهو انظروا الشفقة انظروا الرحمة، أين يوجد هذا؟ هذه من نعم الله، تستغل. وبعدين حياتك استغلها قبل موتك،